النهاردة مش حكاية أشباح، النهاردة هنتكلم عن طرق حقيقية بتخوف أكتر من أي فيلم رعب. طرق جبالها سكاكين ومنحدراتها مظلمة، وفي أماكن اتسجلت فيها حوادث كتيرة جدا. أول طريق معانا طريق ينغاس الشمالي، بيسموه طريق الموت. طريق طويل جدا وفي أجزاء منه عرضها أقل من 3 متر، مفهوش دروع حماية في مناطق كتير، وكمان الضباب والأمطار بيخلوا الرؤية شبه معدوم، وطبعا بيحصل فيه حوادث ووفيات كتيرة جدا، عشان كده سموه طريق الموت. ودلوقتي عملوا طريق بديل ليه، بس فضل الطريق القديم كمزار سياحي. وتاني طريق معايا طريق كاراكورام. الطريق دوت اللي بيوصل ما بين باكستان والصين، هو طريق جبلي طويل بيربط ما بين باكستان بالصين، بيمر على ارتفاعات عالية جدا، وبيتعرض لانهيارات صخرية، وأحيانا بيتعرض لفيضانات بسبب الجليد، وأحيانا انهيارات أرضية بعد أمطار غزيرة. بنسجله كطريق مهم استراتيجي، لكن مخاطرة بتكون من الطقس مش من سرعة العربيات. تالت حاجة معانا نفق في الصين، طريق منحوت في جبل، نفق طويل ضيق في فتحات بس صغيرة للضوء، تصميمه فريد لكنه ضيق جدا، وبيقعد الناس في حالة توتر لو بس بيعدوا منه، لأن أي خطأ ممكن بسبب احتكاك أو زحمة. الجسر والرؤوس الصخرية حواليه بتخلي التجربة مثيرة جدا، لكن مش مناسبة للسواقة المتهورة، وممكن تسبب حوادث وموت. في نيوزيلندا طريق ضيق جدا محفور على جانب وادي، أرضه ترابية وحجرية، وممكن تتحول لطين في ثواني بسبب المطر. شركات تأجير السيارات بتمنع مرور عربياتها هناك، لأن التأمين بيتوقف لو استخدمت الطريق. معناها لو حصلت مصيبة لا قدر الله، التكاليف هتكون على السواق. الطريق فيه ممرات شديدة الضيق ومنحدرات حادة على جانب واحد. رومانيا طريق جبلي مشهور بجماله، لكنه مليان لفات حادة ومنحدرات، وبيتفتح وبيتقفل حسب الطقس. في الشتاء بيتقفل بسبب السلوك. المنعطفات الكثيرة والضباب ممكن يخلوه خطر، خصوصا لو السواقة سريعة. ألاسكا في الولايات المتحدة طريق طويل جدا ومعزول في أراضي قطبية، أجزاؤه أحجار وجليد ورمال، ومعاه مسافات كبيرة من غير خدمات ولا بنزين ولا مراكز إصلاح. الخطر هنا مش بس في الطريق، لكن في العزلة. لو العربية عطلت أو حصل حادث، الوصول للمساعدة ممكن ياخد ساعات أو أيام. طريق في تركيا طريق بمنحنيات حادة ومنحدرات، طريق جبلي ضيق وفيه عدد كبير من المنعطفات الحادة، وفي تقارير بتصف أجزاء منه من أخطر الطرق بسبب عدم وجود حواجز كافية والضباب والانهيارات الأرضية في مواسم الأمطار. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، وتستنى الفيديوهات اللي جاية.